فالجد الملك نعيم يعرفه من جرب يوم افتح أنا الحرمان. موبايلي. اللهم اجعل قبري نور وضياء يا رب العالمين. اللهم أكرم نزلك يا ست دولة هنا صحتك ترقد على جدتي الموبايل دولة هنا أم أمي رحمة حاساه الله وبتتحرك عليها ويغفر لها يا رب. هذه الذكرى وبعدين بقى جيت التاسع لها، هي ايام توفت النيل 4 بتاعت 6 النيل. 2015. ترقد في هذا المكان جدتي حبيبتي في هذا المكان هنا عند باب المقبرة تحت. ربنا يرحمها يا رب ويعتق رقبها من النار وعذابها ويجعل قبرها نور وضياء يا رب. اللهم اغفر لها وارحمها يا رب العالمين وجزيها بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا. ذكراها خالد، صورتش معاها كتير، صورت بعض الفيديوهات معاها بس ما كنتش طالع انا في الفيديو معاها، يعني ما كانش ليا نصيب اني اصور معاها فيديو. ذكراهم طيب وحشونا في قلوبنا، هي وجدتي فكرية ام ابي رحمة الله عليهم جميعا يا رب، ويلحقنا بهم على خير ويرحمنا من بعدهم. ربنا يعفو عنهم جميعا يا رب ويغفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. اللهم اجعل الجنة مأواهم، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم. فمن ضمن المواقف كان لها موقف جميلة جدا وكانت كريمة جدا رحمة الله عليها. بنت دولة لها موقف لا أنساه أبدا. والله هذا حصل قدامي، إن الله شهيد على ما أقول. كان في أبلتين بيراقبوا في معهد جنب بيت الجدة رحمة الله عليها 2009 2010. الكلام ده كان مراقبة امتحانات، جايين من مركز جنب مننا مركز دسوق في محافظة كفر الشيخ. قال لها نفسنا ناكل حتة قشطة، أكرمتهم وفطرتهم. وبعد ما فطروا كده نفسنا في الفطير الفلاحي ده نعملوه إزاي. قومت بنت خالي عجنت وخبزت لهم الفطير وشايلتهم ومشوا. كان عندها الخير ما شاء الله، كانت تطلع من البيت كان فيها كرم. يعني انا ما شفتوش حد تاني يعني رحمه الله عليها يا رب. ولا موقف تاني بس انا ما حضرتش الموقف ده، بس سمعت عنه والدتي وخالاتي وهي نفسها كانت تقول لهم. يعني الراجل بيلف بيصلح الحلل الالومنيوم، كان عندها لحم بتقول في الثلاجه يعني طلعتها وطيبته واكلته وكل حاجه وتمام تمام. فخد الالومنيوم بتاعتهم يصلحها لهم وخد الحلل وراح بقى ما جاش. من ضمن المواقف كانت تكرم اي حد، ما كانتش منتظره حاجه من حد، كانت اللي في ايديها مش ليها بصراحه. هي كانت جبره خاطر الكل، كان عندها كرم لا يعلمه الا الله. ربنا يجعله في ميزان حسناتها ويكرم يا رب نزلها ويعفو عنها التقصير ويغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر يا رب العالمين. إنه هو الولي والقادر عليه. الله يرحمك يا ست دولة مثل سيد إبراهيم وست فكرية وسيد عوض. اللهم اعتق رقبهم من النار وعذابها. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا ونور لهم في قبورهم. اللهم اغفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. اللهم جازيهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا. اللهم اعتق رقبهم من النار وعذابها واجعل الجنة مأواهم. كلنا راحلون إلى الله، كل واحد يعمل لهذا المكان. فهنا إن كان خيرا فما بعده أيسر، وإن كان شرا فما بعده أعسر. اللهم ارحمنا وارحمنا من بعدهم واجعل الجنة مأواهم يا رب العالمين واغفر لنا ولهم يا رب. اللهم اعف عنها يا رب. اللهم اعتق قبرها من النار وعذابها واجعل قبرها نور وضياء وارحمها وآنس وحدتها وآنس وحشتها يا رب العالمين.